السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم ويديكم الصحة والعافية. اليوم داير نتكلم عن الاقتصاد، الركود الاقتصادي بالبلد. لا بصراحة ما موضوع الاقتصاد دخلني هنا بالاقتصاد، عنه ما يطلع، عنه إن شاء الله ما ينزل، ده هي تاخذه. أنا داير أتكلم عن موضوع ثاني. طبعا بالواتساب تجيني مقاطع تزهيني مرات. هسي أول كان به واحد بيتقال له ماجد مع واحدة أمريكية تقال لها طنجك ولا ما أعرف شنو. أكون معاكم صريح، أنا بداية الموضوع كنت بتابع له صراحة، شفت له مقطع بعدين مشيت اليوتيوب وتابع له. الموضوع فكاهي شوية عشان الزول ده ما عارف إنجليزي وبيتكلم مع إنجليزية، كان بيه فكاهي. زعلني من الزول داك ماجد إنه آخر مقطع شفته له جايب له ناس، جايب له واحد عامل له شيخ وجايب له واحد عامل له مترجم داير يخطبوا البت الأمريكية ذيك. معلش نمشي جنب الشاحن ده ونكمل الموضوع من هناك لأنه التاهي ده بتاعي داير يطفي شحن. ما اقدر اطول بالشرح. هلا الدار يمشي اليوتيوب يتابع المقطع بتاع الخطبه بتاعتهم، مسيئه جدا للسعوديه ما لهم لحاله. عن برنامج اليونان ده برنامج عالمي وتحصل به من كل مكان بالعالم، فانت زول تمثل بلدك بالمكان ده. انا ما دايرك تمشي تودين الاماكن السياحيه وتعلمهم عن السعوديه وتعمل له النظام ده، ما دايره. لكن اتكلم باحترام بادب، امزح بادب. المصيبه انه هسه بيه ناس طالعين بقلدوا ماي. جاني مقطع امس لزول يتقال له ابسن، بكلم واحد اسمها كريستينا ثانيه تاهيه امريكيه. بعدين ماخذين الموضوع مسخره وطقطقه وضحك. الناس التاهيه الثانيه دي عارفه انه انت من السعوديه وانت بتمثل بلدك، يا تاهي يا مقطوع. في بعض دول الخليج البرنامج ده محجوب تحت المواقع المحجوبه، تمشي تخش عليه عن طريق الفي بي ان ولا ما اعرف اسمه شنو البرنامج التاهي ده. والمصيبه الاكبر من كذا انه بيو ناس ترسل المقاطع دي. يا اخي انت زول جالك مقطع، يا اخي عاين المقطع ده بيستاهل انك ترسل ولا ما بيستاهل؟ في بعض منكم رسلوا مشان الضحك والعبط والنظام ده، لكن ابسن بفهم ابسن شنو ان الناس دايره تضحك. يمشي الزول يجيب له مترجم وما عارف شنو يخطب الكريستيان. يا جماعه فضحتونا مع اوباما وفضحتونا مع ما عارف منو الرؤساء الكبار ديل. جماعه استهدوا بالله، اخطب بيت عمك يا ابسن واستهدي بالله. نفس ان العربي انت ما فالح بيه وداير كريستيانو وتزهجني بيه الانجليزي. انت كلمه واحده العارفه وما عارفها عدل. يا اخي اللوف بيتقال له لاف ما بيتقال له لوفي. لوفي شنو يا لوفي يا لوف. ما علينا. المهم ايام الزجول كانت سمحه وايام راحه. رجعونا لايام الزجول، ما دايرين اليوناوي يا جماعه.